واش كتقدر تتخيل كيفاش كان صوت الأغنية المغربية في زمن الستينات والسبعينات وسط داك الجيل مع اسم فني بقى حاضر في ذاكرة المغاربة؟ إسماعيل أحمد. ولكن إسماعيل أحمد ما كانش هو الاسم الحقيقي ديالو، كان الاسم ديالو هو الحسين الخطابي. تزاد في الرباط سنة 1933 في حي باب العلو. من صغره كان مولوع بالموسيقى وبأغاني كبار الطرب العربي، حتى دخل لعالم التكوين الموسيقي وهو مازال صغير، وتعلم العزف على الكمان قبل ما يلتحق بالأجواق الإذاعية المغربية. الطموح ديالو خلاه يسافر للمشرق، خصوصا لسوريا ومصر، باش يطور تجربته ويكتشف مدارس موسيقية جديدة. من بعد رجع للمغرب وهو حامل معاه تجربة غنية، وبدا يبني لون فني خاص به. صوته غنى للحب للوطن وللروح وغيرها. ومن أشهر الأعمال اللي خلدات اسم ديال إسماعيل حمد هي محمد صاحب الشفاعة والعود والناي، إلى جانب أعمال أخرى بقات حاضرة في ذاكرة الأغنية المغربية. إسماعيل حمد كان أكثر من مجرد مغني،